في دقيقتين هقول لك 13 معلومة عن قوانين الأحوال الشخصية. أنا علي بدر المحامي وده برنامج المستشار. أول حاجة سن الحضانة 15 سنة للولد و15 سنة للبنت، ونفقة البنت على أبوها لغاية لما تتجوز، ونفقة الولد لغاية ما يبقى قادر على الكسب، وقادر على الكسب يعني لحد ما يشتغل. اتنين، النفقة بأنواعها الثلاثة هي نفقة مأكل ونفقة ملبس ونفقة مسكن. أما إذا قلنا نفقة بنوعيها فهنقصد هنا نفقة مأكل وملبس فقط. ثلاثة، لا يحق الحاضنة الجمع بين أجر المسكن والتمكين من مسكن الحضانة، يا أجر مسكن يا تمكين من مسكن الحضانة واختاري. أربعة، الحاضنة ملهاش أجر مسكن بعد بلوغ الصغير 15 سنة، وملهاش أجر رضاعة بعد بلوغ الصغير سنتين. خمسة، الزوج من حقه استرداد مسكن الحضانة بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يعني 15 سنة. بعد بلوغ الصغير سن الحضانة يخير الصغير هنا في الإقامة ما بين الأم أو الإقامة مع الأب، وإذا اختار الإقامة مع الأم يكون بلا أجر حضانة. سبعة، من حق الزوجة عدم التنازل عن قائمة المنقولات الزوجية في الخلع أو الطلاق. 8، لا يجوز المطالبة بأجر المسكن أو الحضانة أو الرضاعة إلا بعد الطلاق وانتهاء العدة، ويكون الحكم بأثر رجعي من تاريخ انتهاء شهور العدة. ترتيب الحضانة كالآتي: الأم ثم أم الأم ثم أم الأب ثم أخت الأم ثم أخت الأب، بشرط أن لا تكون أخت الأم أو الأب متزوجة من أجنبي عن الأولاد، وأجنبي عن الأولاد يعني غريب عنهم، يعني من غير المحارم. المعلومة رقم 10، يحق للأم أو الحاضنة التقدم بطلب للحصول على الولاية التعليمية عشان تقدم للصغير وتنقله من مدرسة لمدرسة. 11، نفقة المتعة بتقدر بسنتين على الأقل دون حد أقصى، وده على حسب تقدير المحكمة. 12، قرار التمكين يكون بالمشاركة إذا كانت العلاقة الزوجية قائمة، وهنا بيسمى مسكن الزوجية. أما بعد الطلاق يكون للحاضنة فقط، ويسمى هنا بمسكن الحضانة. المعلومة رقم 13 والأخيرة، أي تنازل عن حقوق الصغير مقابل الطلاق يعد باطلا. سلام.